السيد وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية كرواتيا والصديق العزيز غوردان غريليتش رادمان، السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام، الحضور الكريم، خالص التقدير وخالص الامتنان لكم معالي الوزير والصديق العزيز على دعوتكم الكريمة، على حسن وفادتكم وفائق عنايتكم، وكذا على المحادثات الثرية والبناءة التي جمعتنا في إطار هذا الاستحقاق المتجدد بين بلدينا الصديقين. يسعدني بالغ السعادة أن أتواجد بينكم اليوم في إطار هذه الزيارة الرسمية التي أقوم بها بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتأكيد حرصنا على ما يجمع بلدينا وشعبينا من إرث تاريخي مشترك ومن قيم ومبادئ راسخة، وكذا من علاقات متميزة تزخر بمخزون هائل من فرص التعاون المثمر والشراكة الواعدة. فالعلاقات بين الجزائر وكرواتيا ليست وليدة اليوم وليست وليدة الأمس القريب، بل هي علاقات راسخة ومتجذرة في تاريخ بلدينا وشعبينا الصديقين، علاقات برزت مع تضامن الشعب الكرواتي مع نظيره الجزائري إبان الثورة التحريرية المجيدة، علاقات تقوت بالإسهامات القيمة التي قدمها أصدقاؤنا الكرواتيون لدعم مسيرة البناء والتشييد بالجزائر عقب الاستقلال، وعلاقات توثقت باعتراف الجزائر بجمهورية كرواتيا عقب استقلالها وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين بلدين سنة 1992. وبالتالي فإننا نعتز أيما اعتزاز بهذه العلاقات، ونتطلع بكثير من الالتزام إلى إثراء أبعادها ومضامينها وفق مقاربة عملية تتأقلم مع متغيرات المحيط وتستجيب لتطلعاتنا المشتركة وطموحاتنا المتقاسمة. وقد وفر لقاؤنا اليوم الفرصة المواتية لتسليط الضوء على فرص التعاون والشراكة المتاحة في العديد من المجالات الحيوية على غرار الطاقات المتجددة، الصناعة وبالخصوص الصناعة البحرية وبناء السفن، والفلاحة خاصة الفلاحة الصحراوية، وكذا السياحة والتكوين، وهي كلها مجالات تستحق أن يتم إدراجها ضمن أولويات التعاون الثنائي في الفترة الحالية، لا سيما وأنها تشكل نقاط التلاقي والتقاطع بين جهود التنمية الاقتصادية في بلدينا الصديقين. وبهدف تحويل هذه الفرص الواعدة إلى واقع ملموس، اتفقنا اليوم على ضرورة تكثيف تعاوننا الثنائي وتأطيره بطريقة أكثر نجاعة، لا سيما عبر استحداث لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي، استكمال المفاوضات بشأن مشاريع الاتفاقيات قيد الدراسة،
تكثيف اللقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين ضمن مجلس الأعمال المشترك، وكذا تشجيع تبادل الزيارات بين الوزراء القطاعيين. والأكيد أيضا أن هناك ضرورة ملحة للارتقاء بحجم المبادلات التجارية وقيمة الاستثمارات البينية إلى مستويات تليق بمكانة العلاقات الجزائرية الكرواتية. وبهذا الخصوص أطلعت زميلي معالي الوزير على النتائج الإيجابية التي سجلها الاقتصاد الجزائري في ظل المسار الإصلاحي الشامل الذي أرسى دعائمه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وكذا إعادة ترتيب أولويات النهضة الاقتصادية الوطنية بهدف تنويع أسسها وروافدها. وقد أفضى هذا المسار إلى إعادة الاعتبار لعديد القطاعات الاستراتيجية، مثلما أنه أماط اللثام عن فرص الاستثمار الهائلة في مجالات الفلاحة، وبوجه الخصوص الفلاحة الصحراوية والصناعة بمختلف فروعها إلى جانب الموارد المنجمية وقطاع الطاقة بمختلف مصادره، لا سيما الطاقات المتجددة والنظيفة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية. وعلى صعيد أوسع، ألا وهو صعيد العمل الدولي متعدد الأطراف، فلا يسعني إلا أن أعرب عن ارتياحنا لمستوى التنسيق البيني والدعم المتبادل بين بلدينا في مختلف المحافل الدولية. وفي ظل هذا التوافق تبادلنا وجهات النظر بشأن أمهات القضايا التي تستأثر باهتمام بلدينا واهتمام المجموعة الدولية بأسرها، وفي مقدمتها تطورات التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط. وأود بهذا الخصوص أن أجدد دعوة الجزائر الرامية إلى تغليل منطق الحوار والدبلوماسية سبيلاً لتسوية الخلافات بين مختلف الأطراف المتصارعة، فالمنظمة أحوج ما تكون اليوم إلى نزع فتيل التوتر والتصعيد ووضع حد لدوامة العنف والاقتتال، وكذا العمل الجاد على معالجة الأسباب الجذرية التي تكمن ولا تزال وراء انعدام الأمن والاستقرار في شتى أقطارها وربوعها. ومن نفس المنظور العالم كله أحوج ما يكون اليوم إلى تجنيبه المزيد من التصدع الأمني والنزيف الاقتصادي. وفي فضائنا المشترك الفضاء المتوسطي نعتز بما يجمع بلدينا من التزام مشترك بالمساهمة في معالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تطرح نفسها في المرحلة الراهنة بكل إلحاح واستعجال وبمستويات متفاوتة من الحدة بين الضفتين الشمالية والجنوبية. وتتلخص قناعة الجزائر هنا في أنه وكما يتلازم الأمن والتنمية تلازما لا فكاك منه، فإن ضفتي المتوسط تتقاسمان أيضا قدرا مشتركا ومصيرا موحد يفرض عليهما العمل معا من أجل إرساء أسس شراكة متوازنة تحقق الأمن والرخاء للجميع دون استثناء. وفي هذا الإطار وقبل أن أختتم كلمتي أود أن أجدد لكم معالي الوزير والصديق العزيز تهاني الخالصة بمناسبة استعداد بلدكم الصديق
لتولي رئاسة القمة 13 لدول جنوب أوروبا ماد 9، معربا عن يقيننا بأن قيادتكم الحكيمة لهذا التجمع ستسهم في تعزيز جسور التواصل والحوار والتعاون والشراكة بين ضفتي المتوسط. كما لا يفوتني أن أهنئكم كذلك بتوليكم عن قريب رئاسة مبادرات البحار الثلاث، متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح في استضافة وتسيير هذا الاستحقاق الهام لكم ولنا. وشكرا لكم الصديق العزيز.